مرحبا، معنا النجار الحسين رئيس المنظمة المغربية لحماية الطفولة المكتب المركزي لولاية أكادير. السي الحسين مرحبا، باش تكلمنا اليوم على هذه المبادرة وهذا النشاط. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكركم على حضور التغطية ديالكم لهذا المشروع. هذا مشروع هو مشروع ديال تمثيلية النساء اللي كيستهدف يعني عضوات مهتمة بالشأن السياسي. هذا مشروع بشراكة مع وزارة الداخلية وصندوق تمثيلية النساء بدعم صندوق تشجيع تمثيلية النساء بجهات سوس ماسة. انطلقت منظمة تشخيص الجماعات الترابية على مستوى الجهة، وطلعنا الجبال، طلعنا الجماعات القروية، واستهدفنا زيد من 30 جماعة واستجبت 25 جماعة. واليوم كنلقاو واحد العرس، واحد اللقاء ديال صلة رحم ما بين عضوات، ما بين مستشارات، ما بين عضوات، حضور مكثف، حضور ناجح لهذا، وعطاو الكلمة ديالهم وشاركوا وعبروا وفرحوا. هذه هي النتيجة باش تجي عضوات تقول لك أول مرة نشارك، أول مرة نعطي الكلمة. إذن هذا وصلنا للمبتغى وعطات نتيجة. تشكراتنا إلى مصالح وزارة الداخلية على حسن التنسيق والدعم. كذلك الشكر الجزيل للسيد الأمين العام للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل على الشراكة ديالو، على الدعم ديالو، وكذلك جميع اللجان لتنفيذ المشروع اللي كتشتغل معايا 24 ساعه 24 ساعه. وكنتحركوا السيد مدير المشروع السيد صديق العلوي وبزاف ديال الاخوان اللي كيتحركوا في المكتب المركزي، وكنحاولوا ان نفعلوا هذيك الاتفاقيه المضامين الاتفاقيه اللي درنا مع وزاره الداخليه. وفعلا اليوم جمعنا واحد المجموعه ديال العضوات بمختلف الاطياف السياسيه، وغادي نبداو ان شاء الله من بعد عيد الاضحى في التكوينات اللي هي 8 دورات تكوينيه اللي كتستهدف، وهي مساواه الانصاف والمشاركه. وفيها الدوره التكوينيه مع مكونين، مع الجامعه بنظهر مع المكونين، ونكونوا هذه الفئه اللي غادي تمثلنا سياسيا في الجماعات الترابيه والبرلمان والجهه. اليوم في مدينه اكادير اللي هو واحد المشروع اللي كيهم المنتخبات والمرشحات والفاعلات السياسيات والفاعلات الحقوقيات، كيهمهم التكوين ديالو. هذا المشروع هذا تحت عنوان رياده النساء، هو من تنظيم المنظمه الوطنيه لحقوق الطفل بشراكه مع وزاره الداخليه وكذلك ولايه جهه سوس ماسة. فالشكر كيرجع لجميع الاخوان والاخوات على تحقيق هذا المشروع وعلى انهم يخرجوا الواقع. فما احوجنا بحال هاد التكوينات هادو باش نتكونوا نعرفوا ما لنا وما علينا. السلام عليكم، سناء بوحميدي، نائبة كتيب مجلس جماعة أكادير. اليوم كنتواجدوا في إطار اتفاقية اللي موقعة ما بين مشروع ديال تكوين النساء السياسيات في المنطقة ديال جهة سوس ماسة، اللي هو موضوع شراكة بين منظمة حماية الطفولة ووزارة الداخلية وولاية أكادير، واللي من خلاله يعني تعطات الانطلاقة ديال هذا المشروع هذا اللي فيه ريادة النساء في المنتخبات والسياسيات في الشأن المحلي وتكوين لهن في هذا اللي غتبدا الانطلاقه ديالو سواء داخل يعني جهه المناطق الحضريه او في المناطق القرويه، واللي غيكون فيه مواكبه للمراه من خلال تمكينها السياسي والاجتماعي، وايضا يعني اشراكها في يعني في التطوير نفسها والاخذ المبادره في الانخراط في المجال السياسي. وهذا التكوين عطى اليوم انطلاقه بحضور مجموعه ديال يعني الفاعلات السياسيات اللي جاوا من مجموعه ديال المناطق من جهه سوس ماسة، واللي الحمد لله يعني ابداوا يعني استعدادهم للتكوين والمواكبه من اجل تمكينهم السياسي ومن اجل يعني القيام بادوارهم السياسيه على اكمل وجه.